مصر ام الدنيا، كل العالم بيحسدنا عليها، وكل العالم بيجي هنا علشان يشوفها ويطل عليها بعينيه. احنا كمان محتاجين نطل عليها طلة مختلفة جدا. ده اللي هنعمله معاكم في كاريتا في كل حتة، اعداد وتقديم أمنية. انا وانتم بنتقابل تاني في حلقة جديدة من حلقاتنا. حلقة ايه؟ كاريتا في كل حتة. الكاريتا وصلت بينا عند برج القاهرة، كلنا بنعدي عليه يمكن كل يوم، لكن معلوماتنا عنه بسيطة. مش هقول قوي، هقول انها بسيطة، لكن هقول لكم معلومات عنه الناس كلها عارفينها، لازم احنا كمان نبقى عارفينها. ده اطول مبنى خرساني في القاهرة كلها من اولها لاخرها. وهقول لكم ان احنا لازم ناخد بالنا يا جماعة في حاجة في المبنى ده. المبنى ده معمول على شكل زهرة اللوتس المصرية الفرعونية الاصل، واللي تخصنا احنا وبس، ما تخصش اي حد تاني في اي مكان في الدنيا. ده رمز من رموز حضارة الفراعنة في كل حتة. ممكن نعتبره انه كان اللوجو زهرة اللوتس، تعرف على طول فراعنة. هقول لكم في حاجة مهمة جدا. البرج ده اتبنى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. مش بس كده، هو ليه كمان علامة مهمة جدا. برج القاهرة هو أطول لا في العالم، لأنه لما اتبنى كان وقتها الفلوس دي مبعوثة للرئيس جمال عبد الناصر من الولايات المتحدة، لأننا نبطل نقول لا على احتلال فرنسا للجزائر. لكن اللي حصل وقتها، ومع اننا كنا فعلا محتاجين حاجات مهمة جدا في البلد، لكن احنا فضلنا المصريين ان احنا نبني علامة بالفلوس دي تقول للعالم كله ان احنا عندنا ارادة قومية وطنية وهنقول لا. وبنينا ب6 مليون جنيه في وقتها اطول لا في تاريخ العالم، وهتفضل قدام عينينا دايما منورانا. برج القاهرة كان من تصميم مهندس راحل نعوم شبيب، اتبنى في 6 سنين. كان افتتاحه سنة 1961، طوله 187 متر. الحقيقة أنا سألت ناس هو أطول ولا الهرم؟ منعا لإجابات كلها كانت تخض. البرج أطول من الهرم بحوالي 43 متر. قمة البرج فيها مطعم سياحي على ارتفاع 160 متر عن الأرض، على أرضية دوارة، بمعنى إن المطعم كله بيلف يبين معالم القاهرة من كل الاتجاهات. البرج من أهم معالم السياحية، وكمان من أحلى الأماكن وتحفة معمارية حقيقية. الحقيقة كمان هقول لكم إن لو قلنا كده هو كام دور، طبعا في أرقام 50 60 70 الحقيقة ولا حاجة من دي. البرج مبني من 16 دور وبس، على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني. الأحجار دي كان استخدمها الفراعنة في بناء معابدهم والمقابر بتاعتهم، يعني كمان من علاماتنا الخاصة بينا. رحلة ممتعة جوه الأسانسير، مش زي أي أسانسير في الدنيا. بنوصل للنهاية للقمة بالظبط في 45 ثانية. بعدها بنكون وصلنا لمكان تطل منه على مصر الجميلة من كل حتة، وشايفين أهم ملامحها من هناك. من هناك هنبص نلاقي أبو الهول، هنلاقي عروسة النيل، الأهرام، هنلاقي كمان قلعة صلاح الدين، الأزهر، كل الأماكن دي. وبنظرة واحدة من النظارة المكبرة الموجودة هناك ممكن تحس إنك لفيت القاهرة كلها في ثانية واحدة. احتفلنا في ابريل اللي فات باليوبيل الذهبي لافتتاحه، يعني 50 سنة بالتمام والكمال البرج في وسطنا، ويا رب دايما على طول. يعني كان عيد ميلاد بمعنى الكلمة. الاحتفال كان دعم للسياحة الداخلية والخارجية، وكان فيها طبعا مؤتمر عالمي اتحدينا فيه ان احنا هنصور 80 فيديو من فوق البرج وكمان من حول البرج، لانها بتطل على مجموعة مناظر ضخمة جدا. في وسط الاحتفال كان في تمثيل هام جدا، كان الممثل حسن كامي وهو ممثل البرج. الإدارة احتفلت فعلا باليوبيل، وكان في شعلة خاصة
وقت الافتتاح. الشعلة دي كانت انطلاقها من عند جامعة الدول العربية، وصلت في سلام وأمان، وصلتها شيماء منصور بصفتها أصغر حكم دولي في كرة القدم في العالم كله. احنا جددنا البرج في سنتين، خلصوا في سنة 2008، يعني من 2006 ل 2008 كلفنا حوالي 15 مليون جنيه. فسحة قريبة سهلة جميلة، لكن هقول لكم انها بجد بجد مختلفة عن كل الاماكن، لكن احنا معاكم وفي اماكن تانية وتالتة هنلف بيها معاكم بالكارته. من فضلكم اقبلوا كل سلاماتي، وكنت معاكم الحلقة دي والمكان الجميل ده في وسط القاهرة، أم يوسف. صوت السقا